زارني طيفه بينما كنت أتصفح ورقة التقويم. كتب: سأترك لكم رسالتي قبل أن أعود إلى منفاي، قبل أن أعتاد السكن هناك، حيث لن يبقى شيء يربطني بالواقع سوى بضع صفحات تتلعثم ويواري خطاها الثرى، وحروف ستسقط من ثغر المساء بعدي. سأترك لكم نبضا يحترق، وحرفا رسم على جدران التاريخ كاد أن يكون لوحة إبداع. استيقظوا الآن واقرأوا أوجاعكم، ولا تنسوا رعشة هذا القلم المحتار الذي أفنى حياته لم يتعلم قدر ما تعلمه من الجار. أخذت أفكر بما وراء كلمات جدي، وكلما وصلت كلمة تشوقت لأن أقرأ الكلمة التي تليها. قال في البداية: لي جار علمني كيف أصبو، كيف أخبو، كيف بالأوجاع أبدو، كيف للأحلام أغدو، كيف على الأعداء أقسو. علمني كيف أعلو، كيف أدنو، كيف في الأموات أطفو، كيف للغيمات أرنو. علمني أنني بالبذل أحلو، ومن الخيبات أخلو، أتبع الدين وأغلو، أرسم البسمة وأمحو. علمني أن أعادي ثم أعفو، أطلب الود وأجفو، أسرج النور وأغفو، أقرع الطبل وأحدو. علمني أن قلبي حين يهفو سوف يكبو، أن عيني حين تنزو سوف تلهو، كطاعن السن ويلهو، كناشز الصوت ويشدو. علمني كل شيء، كل فيح، كل فيء، وأنا الحازم عمري بت للمعروف أرجو. علمني أن عطرا كان بالعرفان يجثو باع إرثا واشترى بالقرب فخرا، واكتفى مني عطاء، واكتفى ودا ووصالا. علمني كيف أبدو واثق المشية أخطو، كيف أغفو، كيف أصحو، مطمئن القلب أعدو، سالما والله أدعو. علمني باختصار أنني ما عدت للغريب أرجو أو للرحيل أصبو، أن حقي أن أعين وأستعين، أني بالخير مدين، أنني بالدار آمن، أن لي عونا أمين. علمني كيف أبدو، كيف بالأخلاق أسمو، كيف بالمعروف أشدو، كيف أصبح وألين. علمني أن أوصي إله العالمين بالجنب المقربين، في الفرح والشقاء، في عزاء الميتين. علمني أني بجواره أبدو كالضباب حين يعلو، كالنبات حين ينمو، لا يموت بل يزين في أراضي المسلمين، لا يموت بل يزين في أراضي المسلمين. بقلم أماني بنت عبد الله.